الاحتفال بخروج المحمل المصري. المحمل المصري، وكان في محمل غيره. طبعا المحمل هو من القافلة اللي بتحمل الحجاج. ما يميز المحمل المصري عن المحمل السوري أو المحمل الشامي أو محمل فلسطين، إن كان بيبقى يحمل معاه كسوة الكعبة هو السرة المصرية. طيب احنا عارفين كسوة الكعبة. ايه السرة المصرية؟ كان في سرتين بيخرجوا للأراضي الحجازية: السرة السلطانية، ودي السلطان أو الخليفة كان بيبعث بها إلى الأراضي الحجازية للصرف على الحجاج وفقراء المسلمين المقيمين في الحجاز. طيب السورة المصرية، برضو السورة المصرية كانت بتبقى خارجة من الأوقاف الخاصة اللي وقفها المصريين للصرف على الأراضي الحجازية. يعني الحجاج المقيمين الفقراء، التوسعة والتجديد سواء في الحرم المكي أو الحرم المدني أو الطرق المؤدية إلى الحج. طيب احنا عرفنا دلوقتي السورة المصرية، وعرفنا كسوة الكعبة. هما بيخرجوا بدين، بيخرجوا من مصطبة محمد علي في القلعة. بعد كده بيمروا على ميدان القلعة اللي فيه جامع السلطان حسن. الملك أو رئيس الوزراء بيسلم مقود الجمل المحمل الشريف إلى أمير الحج. بيستلموه وبيكون مسؤول عن المحمل المصري حتى يتم الحج ويعود بالقسوة القديمة ويتعمل لها موكب تاني، وهنشوفه إن شاء الله. وفي بعض الصور النادرة للمحمل المصري نتابع نشرها. أرجو إن الفيديو ده يكون نال إعجابكم، وتابعونا، فما زال لدينا المزيد من الخروج والدخول للمحمل المصري.